السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية متابعيني. صلوا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه القصة يا جماعة مش خيال، هذه صارت في قرية اسمها قرية عقربة على حدود الأردن، واليرموك شاهد على هذه القصة. كان في ولد وبنت، هاشم وشروق، كانوا دايما مع بعض، يروحوا على المدرسة مع بعض، يلعبوا مع بعض. شروق كانت طفلة يتيمة، طبعا أبوها تزوج، كان يحبها كتير كتير، جاب أولاد وجاب بنات، لكن كانت هي الكبيرة المدللة. مرت السنين وكبرت شروق وكبر هاشم، صار أبوها يحاول إنه يفهمها إنه عيب يابا، بنفعش تمشي وتطلعي مع الشاب صار زلمة، صار كبير. حاول بكل الطرق إنه يبعدها عن طلعتها ونزلتها مع هاشم عشان كلام أهل القرية. طبعا كبرت شروق وكبر هاشم وصاروا شباب وكبر حبهم معهم. في يوم من الأيام فص ملح ودابت شروق، كأنه انشقت الأرض وبلعتها. صحي الأب ما لقيش شروق في البيت، الدنيا قامت وما قعدت، والناس دوروا عليها بكل شق في كل مكان. وفجأة أجا أخوها الصغير وهو بيقول: يابا يابا، شفت شروق بتجري مع شاب غريب ناحية الجبل. أبوها طار عقله، حمل سلاحه وراح لبيت هاشم يصرخ: يا خاين وين بنتي، يا خاين وين بنتي. بس لقى هشام قاعد في داره. استغرب هشام واستغربوا أهله: وين شروق؟ شوف إيش اللي بصير. قال له: أنت ماخد بنتي ومخبيها. قالوا أهل هشام: هي البيت عندك، دور على بنتك، ابننا ما طلعش من البيت. قلب الدنيا ودور على البنت في البيت ما لقاهاش، لكن اللي جنن هاشم: وين راحت شروق؟ وصار يطلع إشاعات على البنت إنها هربت مع واحد غريب. وهاشم يا ويلي انكسر خاطره، وصدقت إنها غدرت فيه، وترك دراسته وغرق في الهم والزعل والكآبة. أبو هاشم انجن، يعني أبو البنت ترك الموضوع ونسي بنته، وأنا ابني لليوم بيدور على البنت وهامل همها، وترك دراسته وضيع مستقبله. أجي قاعد جنب ابنه وقال له: يا ابني، واحدة باعتك لا تبكي عليها، كمل تعليمك وروح ادرس زي ما كنت تتمنى تدرس الطب في تركيا. وفعلا هاشم شد حيله وطلع على تركيا وراح يدرس الطب، أول سنة، تاني سنة، وثالث سنة. لكن هاشم كان يحن لعقربة وكان يحن لشروق، وكان يحاول يهرب من هذا الوجع على المكتبة. وفي يوم من الأيام وهو بقلب بين الكتب، وقع بين إيديه كتاب قديم بيحكي عن عقربة وخرائط عثمانية لكنوز مدفونة في جبل حلية. طبعا هنا قرر هاشم إنه يشتري جهاز كشف المعادن ويرجع على الأردن، تحديدا على قريته عقربة. طبعا رجع هاشم على عقربة وعلى الأردن، وحكى لأبوه ولأخوه عن الكتب والخرائط اللي هو شافها وقرأها، وتحمسوا كتير خاصة أخوه. وأخد أخوه والجهاز وطلعوا في الليل لمزرعة قديمة يبحثوا عن الذهب. فحروا أول حفرة ما وجدوا أي إشي، تاني حفرة ما وجدوا أي إشي، تالت حفرة زمر الجهاز. وهم بيفحروا شعروا بوجود شيء، وفجأة على ضوء الجوال، لأنه كان التنقيب ممنوع عن الكنوز فكانوا ينقبوا في الليل، فجأة لمع إشي لونه أصفر. صرخ هاشم: لقينا الكنز يا خوي. مد هاشم إيده بسرعة بده يجيب الذهب، وفعلا كان الأساور، ولكن هذه الأساور كانت موجودة بهيكل عظمي. طبعا اتجمد في مكانه ونفسه انقطع، وأخذ حاله هو وأخوه ورجعوا على البيت. أول ما طلع الصباح حكوا لأبوهم اللي صار في المزرعة، والوالد بسرعة راح للشرطة وحكى لهم عن الموضوع. أجت الشرطة نبشت في المكان ولقت جثة لامرأة. طبعا الجثة عبارة عن هيكل عظمي، مش معروف هيئة صاحبة الجثة أو صاحب الجثة،
ولكن الطب الشرعي أكد إنه هذه الجثة لفتاة تقريبا عمرها ما بين 17 ل20 سنة. طبعا لما عملت الشرطة تحرياتها وسألوا عن صاحب أو صاحبة الأرض، طلعت الأرض لأم شروق المتوفية، كاينة كتباها باسم بنتها شروق قبل ما تتوفى. على طول عرفوا إنه حيكون الوصي على شروق الوالد اللي هو والد شروق. راحوا لوالد شروق، كان لسه طالع من السجن. مسكوه، حققوا معه، حكوا له إنه هذه الأرض لمين؟ حكى هذه الأرض كانت لبنتي شروق اللي اختفت من 4 سنوات. وهنا الشرطة واجهت أبو شروق بالجثة والأساور. في هذه اللحظة انهار والد شروق واعترف بالجريمة اللي عملها. اعترف الأب وقال أنا اللي قتلتها، زوجتي التانية حرضتني عليها عشان ناخد الذهب والأرض، أخدتها للبير ورميتها ودفنتها وهي حية، وكذبت وقلت إنها هربت مع شاب. طبعا أبو شروق خلال ال4 سنوات اللي دفن فيهن بنته كان أصلا في السجن. ليش؟ قتل زوجته وقال إن أنا قتلتها عشان أمحي عاري. وهو سبب قتله لزوجته كان إنه بعد ما قتل بنته ورجع على البيت، اتفاجأ إنه زوجته فاتحة صندوق الذهب تبع بنته وماخذة ذهب بنته. وأول ما دخل البيت صارت تضحك وتقول له أخيرا ارتحنا منها وانفكينا منها ومن تحكمها فينا. فهانا حس بالذنب، فبعد فترة قتل زوجته واتهمها اتهمها بشرفها. لكن كانت الأدلة غير كافية، فحكموا عليه ب5 سنوات. لكن أهل الزوجة تنازلوا، خففوا الحكم ل4 سنوات. وبهيك بتكون ظهرت الحقيقة. شوف سبحان الله، سبحان الله، ربنا المظلوم، المظلوم والله لو بعد حين إلا ربنا ينصفه. يعني قتل بنته ودفنها وقدام الناس، خلى إنه بنته هربت مع شاب، يعني طعن في شرف بنته. لا حول ولا قوة إلا بالله. علشان إيش؟ عشان المال. لكن سبحان الله ربنا خلى هاشم يسافر لتركيا ويدرس ويقرأ كتب عن عقربة، بس عشان يرجع وينبش قبر شروق ويبري سمعتها قدام الكل. تعرف لما بسمع هاي القصص يمكن في ناس يقولوا أم محمد ليش بتحبي تسمعي هيك قصص بتوجع القلب؟ والله العظيم لما أسمعها بحس بتحسسني إن الدنيا ما عليها بقى ولا عليها زعل. إيش نزعل على دنيا؟ أب بقتل بنته عشان مصاري، أو أب استغفر الله العظيم ب... بطعن، بخلي الناس تطعن في شعر بنته. أنت لما قتلت بنتك 4 سنين الناس بتحكي فيها وبشرفها عشان تاخد شوية ذهب ولا قطعة أرض ولا مش عارفة شو. فبالله هذه الدنيا بالسهل إن احنا نزعل عليها. علشان هيك احنا بس ندعي ونقول اللهم احسن خاتمتنا.